بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. رجعت لكم بفيديو جديد وروتيني البسيط. اليوم طبعا احنا صيام إن شاء الله. فهنا اجى ابو هجورة من الشغل جاب لنا احتياجاتنا، فبديت اعزل. طبعا اني قبلها كنت مسوية حملة كلش قوية على الحمامات. ذاك اليوم شاركتكم تعزيل وترتيب وتنظيف المطبخ، بس اليوم ما قدرت اصور لكم لان صايمة وردت بس اكمل تنظيفي. وهسه حبايب ما بقى عندي هواية شغل، بس بقى عندي اللوندري وغرفة علي بيهن شغلات، فبعدني ان شاء الله هذا الاسبوع اكملهن اذا الله سهل علي. وهم راح اشارككم تنظيفها، وبالاخص اللوندري بيه تغيير يخبل. ان شاء الله اشارككم التنظيف والترتيب. بس هسه شنو اريد منكم؟ اذا وصلتوا لهنا وبعدكم ما مخليلي لايك، خلوا لي لايك وكتبوا لي بالتعليقات اللهم صل على محمد وآل محمد على مود اعرف انتوا وصلتوا لهنا. سويت الرقية وخليتها بالثلاجة على مود تبرد للفطور، وجهزت الفطور من وقت لان عندي شغل ودراسة الاولاد العفو. وعندي شغلة بنهاية الفيديو كلش راح تفيدكم وتحبونها، وان شاء الله راح تستفادون من عندها. لكم نظفت المكنسة الكهربائية بعد ما نظفت البيت كله بيها، يعني كنسته وكملته. بعدين فسختها وقمت غسلت السطل مالتها. وطبعا اني فترة صارلي ما منظفتها، فخليت زاهي وقاصر ومعطر ارضيات وبالفرشة وغسلت السطل. هاي اللي طبعا بيها كهرباء مسحتها بس بوصلة، ومعطر مال ارضيات طبعا، والتشيس مالتها هماتين غسلته بالفرشة وشريتهم بالشمس على مود شنو همين تنشف وما يبقى بيها رطوبة، وهمين تتعقم. وضروري تخلونها بالشمس قبل لا اسدها. سويت خليت بيها صابون، يعني صابونة اذا عندكم صابونة بيها ريحة طيبة، على مود كل ما تنظفون تطلع ريحة طيبة. هنا بعد ما كملت كل شيء جيت اسوي فطورنا. طبعا اليوم ابو هجورة راد تبسي من عندي، فطبعا هنا هو ما يطلب دائما يعني شغلات الاكل وهيك شيء، يعني نادرا ما، فالموجود يعني ياكله. وانا احب يطلب من عندي اكله او حلويات اسويها له، فالمهم راد اسوي له تبسي. فسويت طريقة التبسي مالت المناسبات، يعني مو مرق وخفيف وهيجي بالطاوة، او اذا عندكم تبسية. اني طبعا هنا سالقة الدجاج وقليت البوتيتا والباذنجان، وهنا حمست البصل وضفت الدجاج شوية، واضيف الفلفل البارد عليه. بعدها ضفت بقية المواد. هنا طبعا النار ناصية على مود شنو يستوي براحته. هو مثل ما تعرفون اصلا هي المواد كليتها مستوية، بس على مود الصلصة تتجانس ويا المواد براحتها. طبعا الصلصة هي او الصوص هو السوب مالت الدجاج نفسه اللي سلقت الدجاج بيه. ضفت له كاري وفلفل اسود وكركم، وضفت 3 ملاعق معجون. طبعا مثل ما تعرفون هاي القواطي اللي ينطونها بالحصة المعجون بدون قبق. فاني هنا اضيف اغلفها العفو بعد ما اخذ من عندها، اغلفها بالاكياس الجاهزة على مود لا تخرب. هواي ناس تحكي على هاي السالفة بهالشكل هذا، واغطيها واخليها بالثلاجة. فهنا حبايبي ضفت قليل من الملح، وبعدها خلطته وضفته على المواد. ها حبايبي وضفت كاتشب هماتين اذا شفتوا. فهنا بعد ما ضفتها نصيت النار وخليتها تستوي او تتهدر براحتها، وسويت وياها التمن البزل. تعالوا شوفوا طريقتي سهلة وكلش طيب، ينثر ويصير تمن فد شي. هنا طبعا اني خليت مي على النار، اول غلية اله
راح شنو أضيفن؟ أضيف التمن. التمن أنا تقريبا صار لي 5 دقائق من نقعته، فهنا ضفت له التمن وضفت له هيل مطحون. راح أغلقه وانتظره يستوي. شوف الاستواء مالته شلون يكون. هنا حبايبي بعد ما فار شوفوا لي شلون بهالشكل بس يبقبق، يعني استوى التمن. انتو اكيد راح تلزمونها بايدكم او تذوقونها تشوفونها انه مستويه او لا. اذا مستويه بعدين شو تسوون؟ تصفونه بالمصفي التمن، بعدين اخلي الجدر على النار واضيف له قليل من الزيت. اكو ناس يحمسون بصل اكو لا، فاني هنا ما خليت بصل. وبعدها جبت التمن بعد ما نشف من المي مالته. هنا راح اخلي النار ناصية حيل واتركه. غلقته وعفته تقريبا 5 دقائق. بعدها جيت فتحته وضفت له صبغ اللوزينة هاي الناشفة اللي تصير بودرة مو مي. طبعا اذا تحبون زعفران عادي، واذا تحبون تخففونها مي، بس انا عندي هاي الطريقة احسن. خليت على الجوانب وبعدها طفيت النار قلبت التمن وعفته. تعالوا شوفوا الريحة تخبل وشلون تمن نثري، فشي مو طبيعي. وشوفوا لي التبسي اللي بقبق والطعم مالته ما احكي لكم يخبل. اذا جربتوا اكتبوا لي بالتعليقات شلون الطعم. فهنا حبايبي طبعا الباذنجان لازم تخلونه بالنهاية كلش على مود لا ينمرد، والدجاج جوا لان الدجاج ثقيل فيمرد المواد. هنا حبايبي بديت اصب الفطور. اذن وصلينا والحمد لله والشكر. بديت اصب وتفطرنا والحمد لله والشكر على هاي النعمة. الله يديمها ويرزق كل جوعان يا رب العالمين. فهنا شوفوا لي الدجاج شلون مستوي وشوفوا لي المنظر يخبل. اجيتكم الفكرة حلوة وتخبل وتحصلون منها اجر وثواب. عندي هاي العلبة او شيشة معجون غسلتها، وعندي هذا الدانتيل او الشريط اني مشتريته من فترة وضمته لهيج سوالف، لان اني دائما احب اسوي اعمال فنية وهيج سوالف. فحبايبي اخذته ب1500 هذا الشريط وضميته. فهنا عندي القبق مالت الشيشة. صبغته بهذا الصبغ. طبعا هذا الصبغ والله مفيد حيل، هواي صبغت من عنده اشياء وبعد ما مخلص على مود ينطي جمالية يصير احلى. فشنو نسيت نفسي هنا وصبغت وما ادري وصبغت اصابعي. بس شنو غسلته باللي فحيل ووقع، بس انا خفت ما يوقع لان خاف يبطل الوضوء لان قالوا الا بنفط. فهنا أنا غسلته حيل ووقع. فهذه هنا لزقت الشريط بهذا الشكل بالمسدس السيليكون. ومثل ما تشوفون الشريط اللي قصيت من عند الابيض وخليته للقبق على مود ينطي جمالية. طبعا اني احكي هنا واشرح وما قلت لكم المن هاي العلبة او هذا الصندوق. وهنا هذا اسمه صندوق المفاجآت لشهر رمضان. شلون يعني؟ شوفوا بنات، صندوق صغير تكتبين بيه بعض الاعمال. كل عمل تكتبينه بورقة صغيرة وتغلفينها وتخلينها داخل هذه الصندوق او العلبة. وكل يوم تسحبين ورقة واحدة. انت ايش قد راح تكتبين؟ ايش كم ورقة؟ راح تكتبين 30 ورقة. تمام. فهنا شو تكتبين بالاوراق؟ مثلا تكتبين الورقة الاولى تكتبين بيها دعاء العهد، الورقة الثانية تكتبين بيها سورة الملك وتهدينها الى الاموات، يعني هي مهداة الى الاموات. الورقة الثالثة تكتبين بيها ركعتين مهداة الى الامام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. مثل اليوم السحبين ورقة وطلعت لش بيها مكتوب ركعتين مهداة إلى صاحب العصر والزمان، تصلين ركعتين وتهدينها للإمام. وهالشكل هذا حبايبي أنا طبعا هنا هم راح أكتب لكم على الشاشة 30 عمل بخير وبركة على مود شنو انتو همين تستفادون منها، وأولادكم هم يشاركوكم هاي الأشياء الحلوة على مود تحسسوهم بلذة الشهر الفضيل، وهم حافز وواهس حلو لهم تعلمونهم على هاي السوالف الحلوة. فطبعا هنا اتفقنا اني وزوجي واولادي نسحب يوميا ورقة واحدة، وشنو يطلع بيها نسويه كليتنا، العمل الواحد نسويه كليتنا.
ترى الفكرة حلوة وبيها أجر وثواب، والعلبة أبد لا تكلفين نفسك بيها، أي علبة موجودة عندك بالبيت وزينيها بأي شي بسيط عندك، ومو إلا تزينينها، أهم شي الفكرة. فبناتي هنا بنهاية الفيديو راح أكتب لكم 30 عمل على الشاشة، أنا أقدر أكتبه بصندوق الوصف، بس هواي ناس ما يعرفون وين صاير صندوق الوصف، فأريد الكل ياخذ أجر وثواب. وهماتين راح أنشره على الانستغرام، اليوزر مالتي راح يظهر لكم على الشاشة. إذا حابين تجون تتابعوني هناك على الانستغرام أني أتشرف بيكم. وحبايبي هذا المقطع أريدكم تفجرون لايكات وتشاركونه لأحبابكم وأهاليكم على مود تحصلون أجر وثواب. لهنا خلاص فيديونا لهذا اليوم، أتمنى استفاديتوا من عنده ولو شي بسيط. إلى اللقاء، ألتقيكم بفيديو جديد.